تخيل معايا كده يا صديقي، تكون أشهر كاتب في العالم وتألف وتكتب أكبر وأضخم قصة في مسيرتك بالكامل، ويشاء القدر إنك في يوم وليلة تصحى تلاقي نفسك في العالم اللي انت صنعته، وتقرر ساعتها إنك من اللحظة دي والآن ستصبح الأقوى في هذا العالم. بص بقى يا صديقي، حكاية النهاردة مختلفة تماما عن أي حاجة شفتها قبل كده، حرفيا من أجمد الحكايات اللي هتشوفها في حياتك. فعاوزك تجهز نفسك وتستعد لأنك داخل على أسطورة لن تتكرر. بس الأول ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن فلنبدأ في سرد أحداث الحكاية. في الوقت ده بنشوف معركة بين اتنين قوتهم جبارة جدا، قاعدين يدمروا في الغابة وقوتهم بتبيد كل حاجة تقف قصادها. وفجأة واحد بيظهر جنب التاني، بوم، بيصوب ضربة بتطيره، ومش بس كده، بيخرج سيف مرعب وبيتحول لهيئة طاغية لأقصى درجة، وبيصرخ بعلو صوته وبيهجم عليه. بس بيقدر يتصداله وبيقول له: اسمعني يا صاحبي، ما تخليش اللعنة دي تسيطر عليك. فبيضحك: احسن لك انت ما تقفش قصادي. بس اللي لابس ازرق بيقول له: طب هات اللي عندك. وفي اللحظة دي بينقضوا على بعض بأقصى قوة عندهم، قوة جبارة جدا بتزلزل الأرض بالكامل. ولكن واحد فيهم بيتصاب بأضرار مرعبة وبيقول: كان عندك حق من الأول يا أخي. وبيقع في الأرض وبيموت للأبد. ودي بقى يا معلم كانت قصة رواها بطل حكايتنا الكاتب العالمي شياومينج، وبيكون قاعد يتكلم مع فريق العمل وياخد رأيهم في القصة بتاعته الجديدة، واللي بيعترض أو يقول كلمة مش تمام على طول بيرفضه، وبيقول: دي قصتي، من حق أعمل أي حاجة فيها وارسمها على مزاجي. وبعدها بيمر الوقت وبيجي الليل، وبيكون قاعد بيكمل في القصة ومندمج على الآخر. بس في اللحظة دي بتجيله مكالمة على التليفون: ألو، مين معايا؟ مش مهم تعرف أنا مين، بس المهم إنك في المرة دي تقدر تغير النهاية وهتفهم قصدي. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، وهوب بيختفي وبيدخل جوه الجهاز بتاعه. من أولها كده أكشن وضرب نار. وهنا بنشوف عالم غريب وجميل جدا، وبيكون عمدة المدينة معدي وبيكلم ابنه: احنا هنحط هنا يافطة الترحيب، هتكون كويسة، وهنغير الستايل اللي انت كنت مختاره. وبعدها بيمشي، فبيقف وبيقول: الراجل الغبي اللي عامل فيها ابويا ده مفكر انه يقدر يأمرني، بس لا، ده انا اللي عملت العالم ده. ايوه، ده هو بطلنا الكاتب العالمي شياومينج. اللي حصل بقى ان بعد مكالمة الشخص الغامض فجأة ظهرت قوة غريبة واختفى، وأول ما فتح عينه لقى نفسه جوه العالم الخيالي اللي هو صنعه. يا حلاوة، شكلنا كده داخلين على قصة وأحداث ولا أروع. وفي الوقت ده بيجي بطل القصة اللي كتبها مينج، وهو شياو، وبنعرف إنهم أصدقاء مقربين جدا دلوقتي. يلا نمشي دلوقتي عشان هيقام اختبار تحديد الحيوانات السحرية، وبياخدوا وبيروح له المكان. وفي الوقت ده بيجي مجموعة ناس على سفينة ضخمة، وواحد بيقول لزعيمتهم: يا سيدتي وصلنا. فبتقول: قومة فلنبدأ الاختبار. وبيكون هيبدأوا فعلا. واحد بيقول: على كل المشاركين اختيار بيضة حيوان سحري حاسس انه يقدر يسيطر على قوتها، وكمان لازم يكون في ارتباط روحي بينهم. فشياو بيقول: أنا لازم أختار بيضة حيوان يكون من الفئات الأسطورية، وبيشاور على أكبر بيضة اللي بتحمل أكبر قوة روحية. فمونجي بيضحك: أيوان، كل حاجة ماشية تبع القصة بالظبط. وبعدها شياو بيقول له: لازم يا صاحبي نجتاز الاختبار ده أنا ويك، وما تقلقش مش هخذلك أبدا. وبيروح عند أكبر بيضة، وكل الموجودين بيتصدموا. مش معقولة، ده شياو اختار البيضة اللي تحمل أقوى طاقة روحية. بس دي مخاطرة مرعبة جدا، ولكن هل ممكن يقدر يسيطر عليها؟ وبعدها كل واحد بيبدأ يختار بيضة، ومينجي واقف بيتفرج وبيقول لنفسه: على حسب ما اتذكر إن شياو هيحط نفسه في موقف صعب جدا، وبيروح يدور على أقوى بيضة موجودة، وبيقول: دي بيضة حيوان يملك 3 نجوم، قوي جدا، على عكس اللي جنبه 0 نجوم. ودي بقى اللي هيرسى عليها شياو في الآخر لما يفشل إنه يسيطر على البيضة اللي قدامه دلوقتي.
بس برضه أنا فاكر إن في حاجة تانية قوية جدا كانت موجودة هنا. وفي اللحظة دي واحد بيقول: يا نهار أبيض، مش معقولة، دي شكلها بيضة النمر الأبيض الأسطوري. فعلى طول مينجي بيقول: أيوة، هي دي اللي كنت رصيها. وبيظهر وراه فجأة وبيخرج هالته المرهبة: معلش بقى، بس دي تلزمني. والولد بيخاف جدا وبيجري، ومينجي بيرفع ايده الآن: فلتظهر أيها النمر الأبيض الأسطوري. وفعلا بيقدر في لحظات إنه يستدعى النمر وبيرتبط معاه، وكل الموجودين بينبهروا من جمدانه. والحارس مصدوم وبيقول لنفسه: مين الولد ده؟ وإزاي قدر يخرج حيوان أسطوري بالسهولة دي؟ وبيقول لكل المشاركين: الوقت قرب يخلص، واللي هيفشل إنه يستدعي الحيوان مش هيقدر يشارك تاني إلا بعد 5 سنين. وبدأ العد التنازلي، متبقي 60 ثانية، وشياو جايب آخره. بس برضه البيضة اللي بيحاول فيها دي محتاجة كمية هائلة من الطاقة. وسامع كل الموجودين وهم بيتريقوا عليه: استسلم أحسن لك وجرب حظك كمان 5 سنين. بس بيبص لمنجا وبيلاقيه بيبصله وعينه محملة بالثقة والأمل تجاهه. فبيقرر في اللحظة الأخيرة إنه ينسحب ويحاول في بيضة تانية، بس المرة دي يسيب الحيوان السحري هو اللي يندهله. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيختار بيضة الصفر نجوم، وبينجح إنه يستدعي الحيوان بتاعه، وبيكملوا العقد في اللحظات الأخيرة. وبعدها شياو بيقعد مع نفسه ومحبط جدا. فمينجي بيروح له: فيه إيه؟ فبيقول له: زعلان جدا لأن في الآخر عملت عقد مع حيوان ما عندوش ولا نجمة. فبيضحك وبيقول له: مفيش حيوان سحر ضعيف، إنما في مروض ضعيف. وصدقني انت ما تعرفش حيوانك ده هيبقى قوي ازاي. وساعتها الكلمات دي دخلت في قلب شياو. متحمس جدا لكل اللي جاي. وطبعا مينج عارف إن حيوان شياو ده مميز جدا على عكس اللي ظهر قدام الناس. وفي الوقت ده مينجي بياخد البيضة المحملة بأكبر طاقة روحية وبيكسرها. فشو بتتصدم: انت بتعمل ايه يا مينج؟ بس بيظهر سائل ذهبي غريب جدا جواها. فبيضحك وبيمسك النمر الأبيض وبيخليه يمتص كل السائل ده. وشو مش فاهمة حاجة: انت بتعمل ايه؟ فمينجي بيقول له: البيضة دي في الحقيقة ما فيهاش حيوان سحري ولا حاجة، لا، دي حرفيا كنز قادر انه يمنح اي حيوان سحري قوة جبارة جدا. وشياو بيعمل زيه وبيقوي حيوانه هو كمان. وفي الوقت ده كل الموجودين بيتجمعوا عشان دلوقتي هتبدأ المرحلة النهائية في الاختبار، وهي معارك وتحديات بين المشاركين. فمينجي بيقول: وليه كل ده؟ أنا بتحدى كل الموجودين لوحدي. فالحارس بيقول: ده قانوني، بس هل هتقدر تفوز فعلا؟ فبيضحك: اللي قلبه جايبه يوريني نفسه. وبيغضبوا كلهم ويهجموا عليه مرة واحدة. وفي اللحظة دي: الآن أطلق الضباب أيها النمر الأبيض. فجواب يعوم المكان، محدش شايف على أي حاجة. مينجا، انت رحت فين؟ فبيظهر وراه وبيقول له: اتفرج واتعلم يا شياو. في لمح البصر بيفشخ كل الموجودين وبيختفي كل الضباب في المكان. والحارس اتصدم ومش مصدق، ده استخدم قوة مجال الحيوان بتاعه، وفي لحظات معدودة خلص على الكل. بالتأكيد ده هيكون مقاتل مرعب جدا. وبيعلن نجاح مرشحين بس في هذا العام، وهم شياو ومينج. وتأهل مينج لمرحلة النخبة، وبيركب السفينة وبيودع شياو: هستناه هناك على جزيرة يا شياو. وبعدها السفينة بتتحرك، ومينج بيقول: دلوقتي هتبدأ رحلتنا في الوصول للقمة بلقب الأقوى في هذا العالم. وبيمر الوقت، وفي اليوم اللي بعده مينجي بيخرج من أوضته وبيتمشى في السفينة، وبيشوف واحد قاعد يتغالس على 2 وبيعذبهم. فبيقول: ده بقى وانج، واحد متنمر عشان عنده شوية قوة ومهارات، قاعد يدوس على خلق الله وبيعدي من جنبه ولا كأنه شايفه. فالوق بيتضايق وبيقول لأصحابه: عاوزين نعلم على المقاتل الجديد ده. وبعدها مينجي بياخد النمر بتاعه وبيروح يختبر قوته عشان يقدر يحدد مستواه وكمان العنصر اللي قدر يستخدمه. وبيكون متقن لعنصر الرياح وكمان أيقظ عنصر الأرض. فبيقول: يا ابن اللعيبة، بالسرعة دي قدرت تعمل كل ده. وبعدها بيمشي، وفي اللحظة دي بيطلع في دماغه شعر جميل جدا، وبيبص في الإزاز وبيتصدم: وإيه اللي حصل؟ مش معقولة، ده النمر الأبيض أيقظ كمان مهارة إيفر سبرينج اللي بتمكن أي شخص من التنكر عن طريق تغيير شعرهم.
ودي أندر قدرة في عنصر خشب. ومش بس كده، لأ، دي المرحلة النهائية اللي بتفتح مهارة الدمج، وكمان الجروح بتتعالج بسرعة رهيبة جدا. وبنضحك، إذا هغير هويتي، ومن دلوقتي حان الوقت حصل على ما جئت من أجله. وباستخدام حبة الدمج هقدر أنا والنمر نتحد مع بعض، وقوتنا توصل ل4 نجوم، ونقدر كمان نطورها. شكله ناوي على خراب يا جدعان. وبعدها بيقعد يفتكر هو كام حاطط حبة الدم فين، وبيوصل لمكانها وبيلاقيها فعلا، ولسه هياخدها بيلاقي الحراس طلعوا وبيوسعوا الطريق لزعيمتهم. وفي الوقت ده بتكون السفينة قربت من الجزيرة اللي هينزلوا عليها، فبيقول لنفسه لازم أخلص بسرعة واخد اللي أنا عاوزه. وفي اللحظة دي هوانج واللي معاه قاعدين يتغلسوا على بنت وعاوزين ياخدوا منها أدواتها، بس البنت بترفض، فبيمسكها. انت شكلك عاوزة تترمي من هنا. وكل المقاتلين خايفين يتدخلوا وبيقولوا هوانج معاه حيوان فئة نجمتين، مش هنقدر نعمل حاجة قدامه. والزعيمة والحراس في الوقت ده قاعدين يتفرجوا ويشوفوا اللي هيحصل. في الوقت ده بيتكلم مينج. ايه يا هال انت وهو، مش عيب تستشاروا على بنت ضعيفة؟ فواحد بيقول له وانت مين بقى؟ ولسه بيهجم عليه، مينج بكعبله بيجيبه الارض. فهوانج بيغضب جدا. انت عارف ايه تمن اللي عملته وانك تمد ايدك على واحد من رجالتي؟ بس انا هعلمك الادب. وبيندمج مع حيوان السحر وهيئته بتتغير بالكامل، وكل الموجودين بيترعبوا، بس مينجي ولا بيتهز. حتى هوجي بينقض عليه بسرعة رهيبة، والدخان بينتشر في المكان، بس مينجي بيختفي وبيطير في السماء وبيقول ده مكانك بالنسبة لي، انت على الارض وانا في السماء. بدأناها من الاول. وهوجي بيزعق انزل وريني نفسك. فبيقول لي وحياتك مش مستاهل انزل حتى. وبيقول لي النمر وريهم حاجة بسيطة كده من اللي نقدر نعمله. وفجأة بيطلق عليهم رياح وضباب قوي جدا، وإنذار السفينة بيضرب، وفريق غرفة التحكم بيحاولوا يسيطروا على الوضع ويحركوا السفينة بسرعة عشان يشيلوا الضباب، بس برضه من غير فايدة. وهوجي لسه قاعد يدور على مين، وفجأة بيظهر وراه وبيسيب ضربات كتيرة، وبينط وبينزل عليه بضربة في التانية، وهوبي بيختفي وبيظهر تاني، وكل لما يحاول يصيبه بيختفي، لحد ما بيقع أونجي راكعا على الأرض. ومينجي بيقول ده هو مقالك لما فكرت بس تتحداني. وبيرزعه برجله في وشه، بيجيب أجله حرفيا بضربة زلزلت السفينة بالكامل، وكله مصدوم من العظمة اللي شافوها. فمينجي بيقول أحب أعرفكم عن نفسي، أنا وانج ستيتو. إيه ده؟ غير هويته يا جدعان، وكل الموجودين بيسقفوا له، والنمر في وسط الزحمة بيجيب له حباية الاندماج. وفي اللحظة دي بتنزل الزعيمة. انت شكلك قوي وحمستني جدا، بس اللي عملته ده غلط. دي بقى يا معلم صاحبة لقب جراند جولد ستار، واحدة من قادة المجلس الأعلى، قوتها لوحدها توازي بلد كاملة، ومستواها بيوصل ل4 نجوم. ومينجي بيقول لنفسه نسيت إن المتوحشة دي موجودة معانا على السفينة، وبتقول له ضرباتك سببت ضرر للسفينة، وأنا مقدرش أتغاضى عنها، فلازم تتعاقب. بس هديك تحدي، إن قدرت تتفادى ضربة واحدة مني فعفو عنك. مينجي عامل فيها ولا همه، بس في الحقيقة من جواه خايف. ضربة واحدة منها كفيلة تجيب أجلي. وبتبدأ العد التنازلي، ومينجي بيقول لنفسه لازم أخلع، بس من غير أكون بهرب منها. فبيقول لهم كل اللي عملته إني دافعت عن حد ضعيف، والمجلس الفاسد عاوز يعاقبني على اللي عملته، بس على العموم أنا خدت اللي عاوزه، واللي يحصلني يكسرني. وبينط من على السفينة. يا ابن اللعيبة، خلع بشياكة. والزعيمة بتضحك. حلو قوي، أتمنى أشوفك بعدين. ومنجي بيقول دلوقتي بقى لازم أروح الجزيرة وأطور قوتي. وصحيح أنا فاكر إن في حد هناك أحتاجه جدا. ووقت ما هو بيفكر شعره كله بيطير والأجنحة بتختفي وبيكون هيقع، فالنمر بيجري بسرعة وبيحاول يلحقه. وفي الوقت ده بتكون في عصابة اسمها عصابة الصخر، زعيمهم الأكبر مات، فبيجي واحد وبيقول دلوقتي أنا الزعيم الجديد. فبيقولوا له لأ، الزعيم قال وصيته إن من يروض النسر الصخري هو بس اللي يقدر يقودنا. فبيظهر النسر وبيكون الشخص ده روضه بالفعل. من النهاردة عصابة الصخر ملكي، واللي عنده اعتراض يوريني نفسه. وهنا تكون نهاية قصتنا.
ما تنساش تقولي ايه رأيك في القصة بتاعت النهاردة في الكومنتات، وتصلي على النبي. وسلام سلام.